كمان ما بتحبش اللحمه ده؟ شكلهم ما بيحبوش اللحمه. اخواتي واصحابي متابعين قناه محمد والبطل اللي له عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد. بس معلش الفيديو الجديد ده احنا اول يوم العيد، كنت عاوز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا. بس النهارده مفيش فيديو. بس عندنا الجماعه دابحين، بس احنا المفروض ناخد لحمه لدهب ولولو ونعمل حسابهم في اي حاجه. فاحنا هنقوم نشوف لهم دلوقتي اللحمه اللي جهزت لهم ايه، ولو طلع حقهم مش حلو هسرق اللحمه من البيت. تمام؟ عشان دول اهم حاجه عندي. انا بالنسبه لي ما اكلش لحمه، بس كلاب الاتنين ياكلوا لحمه ويتبسطوا، انا ما عنديش اي مشكله. المهم بقى هنطلع نديلهم اللحمه وهنسرق اللحمه لو طلعت مش على مزاجنا، ونشوفهم عاملين لهم لحمه قد ايه، ونكمل الفيديو ونشوف. ما تنساش تعمل لو انت وصلت لهنا لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الايام الجايه كلها هتبقى فيها فيديوهات جديده وتحديات جديده. بس ان شاء الله العيد يخلص ونظبط الدنيا، وهنبدا ننزل دهب النهارده بالليل في الشارع، وكل ده هيتصور وهيبقى قدامكم على طول. وما تنساش تعملوا لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عندك كلمه حلوه اكتبها لي في الكومنتات، وما تنساش تقول لي كل سنه وانت طيب زي ما انا قلت لك كل سنه وانت طيب. يلا بينا نكمل الفيديو ونشوف اللحمه نظامها ايه اللي هم جابوها لها او جابوها لهم الاثنين. ولو عملوا حسابهم ماشي اهلا وسهلا على دماغنا، ما عملوش حسابهم بيبقى احنا نسرق اللحمه من البيت، وممكن تهب خالص واسرق اللحمه كلها من البيت. عشان خاطر لولو ودهب دول اغلى اتنين عندي، ولازم نظبطهم عشان هم عارفين النهارده العيد، وهم قاعدين على السطح الوقت شامين ريحه الذبائح في الشارع، فهيتهبلوا اكيد على الريحه الزفره دي، وهم لازم ياكلوا لحمه ويروقهم. هم واكلين لحمه اول امبارح، بس لازم ناكلهم لحمه تاني ونروق عليهم عشان ما لناش بركه غيرهم. واللحمه دي بقى بلدي، يعني اللحمه اللي هياكلوها النهارده بلدي. اللحمه بتاعت المره اللي فاتت كانت مش عارف الحواوشي ب2 جنيه ونص، فانا مش عارف ايه النظام بتاعها. فاحنا قلنا ناكلهم لحمه بلدي النهارده ونروق عليهم. وتعالوا يلا بينا نشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي. احنا دخلنا عشان نشوف اللحمه. في كيسين لحمه اهو، في طبق وفي كيس لحمه. معرفش كيس اللحمه ده بتاع ايه، بس ده لو مش بتاع ده بقول له احنا كده كده هنسرقه. بقول لك ايه، هو الطبق بتاع الكلاب فين؟ الطبق اللي على اليمين عندك اصلا ماليش دعوه باللحمه اللي في الكيس. ماليش دعوه باللحمه اللي في الكيسه. عندي اللحمه وسايب لي بلبل العجل. اعمل ايه بلبل العجل انا؟ لولو طبعا لولو ده اهم حاجه. طبعا نطلع لهم ونشوفهم عملوا ايه. لكن يقول لي اللحمه اللي في الكيس، جايب لي بلبل العجل ويقول لي لحمه الفراخ. لا مفيش منه، كيس لحمه كامل اهو اهو. لولو دهب، لولو دهب دول اهم من اي حد. ايش دعوه. عملت الفيديو لغايه هنا، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. وان شاء الله الفيديو يعني هتشوفوا الكلاب هتعمل ازاي اللحمه. الكلاب دي على طول بتكون في اللحمه طالع لهم اهو ماشي. بس يعني هم هيتبسطوا، هم كده كده هيتبسطوا باللحمه دي النهارده. تمام؟ دي مش وجبتهم، بس دي حاجه يعني زي ايه، تسليه كده بينهم من جنب جانب بقى والشغل ده. شوف اللي ايه، شوف اللحمه جو شمس النهارده في الباب عشان مش حد يطلع. بص على الاطفال بقى. دوبي ايه ده؟ لولو شوف بس شوف لولو بتحلم دي ولا؟ جبت لحمه العيد ايه؟ لحمه العيد هي تشم الحته هتتحول علينا دلوقتي. دي لحمه العيد، لحمه العيد. خلينا نفتح لهم بقى. بس يا رب دهب ما توسخوش البنطلون. جبت لحمه العيد اهي، خدي لحمه العيد اهي. اطلعوا يعملوا حمام، الجو حر النهارده عليهم قوي. تعالي بس قول له بترحب عشان عاوز تاكل لحمه. بس يا ده ما تلحسيش البنطلون، بس عيب.
هي راح تعمل حمام عشان هي مزنوقه. لولو ما بتعملش حمام في السطح التاني خالص، هي ما بتعملش غير على الرمل ده، لكن دي بتعمل في اي حته. دي مش متربيه، ما شافتش ب 2 جنيه تربيه، صح ولا غلط؟ ما شفتش 2 جنيه كده اهو تربيه. بص خدي سلمي على الناس يلا، عشان احنا اول يوم العيد، وقول لهم كل سنه وانتم طيبين. قولي لهم يلا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. قولي لهم، قولي كل سنه وانتم طيبين. خدي قولي كل سنه وانتم طيبين. لا علي صوتك. دهب 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 دهب، مش عاوز رخامه. علي صوتك يلا. ماشي يلا بينا، يلا ناكل اللحمه. يا الحاج بيقول لي طبق اللحمه بلبل العجل. خدوا يا اولاد يلا ودوا ودهم ودهم. عاوزكم تبسطوا النهارده، الليله لحمه، الليله لحمه. ولو كلتوا دول هسرق لكم سرقه تانيه. هننزل بقى ناخد دهب معانا ولولو، تمام، ونسرق اي حد بيذبح في الشارع، اي حد مش جاي معانا. خدي تعالي كلي كلي، مش قادره تاكلها. ما كنت ماسكه لي كيلو اللحمه امبارح قاعده تدغدغي فيه. اللي بشتريه بفلوس واللي بيجي ببلاش ما بتاكلوهوش، اللي بيجي ببلاش ما بتاكلوهوش. ايوه كده، كل لحمه كل لحمه. حلوه اللحمه؟ ما هي اللحمه دي ببلاش، دي لحمه بلدي. انت ما بتحبيش البلد، انا عارف، انت بتأمر على البلد. انت عاوزه اللحمه اللي هي ب 2 جنيه وربع. تعالي هنا يا ده، تعالي هتخلص الاكل والله ما هتخلي لك حاجه. لولو ما بتسميش في اللحمه، لولو دي عاشقه اللحمه، من صغرها متربيه، من صغرها متربيه على اللحمه، بتموت في حاجه اسمها لحمه. يعني ده عشان لسه صغيره كانت اللحمه بتاعها يجي 5 6 مرات، لكن لولو دي عاشت جوه اللحمه ذات نفسها. كل عيد قعدته معايا بتاكل فيه لحمه. ده لولو دي بتاكل اللحمه المفرومه بتاعت الجيش من ايام ما كانت ب 35 جنيه وب 29 جنيه. دلوقتي كيلو لحمه قدام 120 جنيه. وصلت لايه؟ لكن ده هي اللي مظلومه بقى في الحوار ده كله. كان طبق الكبده ب 30 جنيه، كانت لولو بتاكل لها كل يوم طبق كبده وطبق لحمه مفرومه ببلاش كده. مبسوطين؟ عاوزين عاديه؟ يلا خلصوا انتم بقى براحتكم عشان ما اقطعش عليكم الاكل. ما بتحبيش اللحمه انت صح؟ انت شكلك ما بتحبيش اللحمه، وانت كمان ما بتحبيش اللحمه يا دهب، ما بتحبيش اللحمه يا لولو، شكلكم ما بتحبوش اللحمه. دلوقتي لو وصلتوا لغايه هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، وعاوزك تكتب لي في الكومنتات عاوز تحدي ايه المره الجايه وهنعمله، عشان احنا ده اي تحدي. وان شاء الله الايام الجايه في فيديوهات زي ما قلت لكم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت حلو زي ما انا بقول لك كل سنه وانت طيب، تقول لي كل سنه وانت طيب. سلام.